بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ازيكم أحلى أخوات وأحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل إخواتي المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنوريني، ما نحرمش منكم ولا من وجودكم معايا. يلا بينا ندعي لبعض الأول ونقول ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة وفك كرب كل مكروب ويصلح حالنا وحالكم. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يصلح حالنا وحالكم وفي شر اي حاجه وحشه يا رب، واصلح حال الناس كلها. اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا النهارده ونشوف هنعمل ايه. معايا نص كيلو بانيه ومعايا دي بطاطس. اللي انا ببشرها دي بطاطس، بس انا بقول لكم ان انا ببشر بطاطس على الناحيه الصغيره. ما في للبشر في واحده واسعه، في عيون واسعه وعيون ضيقه، انا ببشر على العيون الضيقه. هنا بشرت البطاطس، هما بطاطستين صغننين كده يعني. وكان معايا بصل وفلفل ودي نص كيلو البانيه. يلا نشوف هنعمل ايه. اكيد انتوا هتعرفوا انا هعمل ايه من عنوان الفيديو من اخر الفيديو اكيد يعني، بس خلينا نخش مع بعض واحده واحده كده ونسمن الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام عشان يزيد بركه في اكلنا وفي حياتنا. اللهم امين يا رب العالمين. هنا زي ما انتم شايفين بقى احط البطاطس في قلب المصفى لان مش عايزه ميتها، انا عايزاها تصفي من الميه خالص. تمام. هنا بقى بحطها في المصفى كده زي ما انتم شايفين. هنصفي ميتها ونرمي ميتها، انا مش عايزاه، وهسيب بس بشر البطاطس. اوكي كده بشرنا البطاطس وحطيناها في الطبق تاني والامن مستتب. يلا بينا نخش على بقيه الوصفه ونشوف هنعمل ايه. والله هنا عجبتكم اعملوها، ما عجبتكوش صدقوني ما تعملوهاش، ريحوا نفسكم اسكتوا. احنا شغالين وخلاص. قولوا يا رب يا رب. هنا زي ما انتم شايفين كنت جايبه 3 بصلات صغننين كده، وكان معايا قولوا مثلا قرنين فلفل احمر وقرنين فلفل اخضر يعني. المهم ان انا عايزه ازود الكميه وخلاص يعني، عايزه اعمل كميه حلوه كده مش كميه يعني بالنص كيلو، اعمل كميه كويسه يعني. المهم هنا زي ما انتم شايفين كل حاجه المهم ما تدقوش عليه يا اختي نشوهي. المهم زي ما انتم شايفين كده فرمت البصل، والبصل برضو هحطه في المصفى عشان اصفي البصل واصفي الفلفل عشان مش عايزه الميه تفرتك. انا هعمل ايه؟ هعمل كفته. تمام. هنشوف بس مع بعض دلوقتي. هنا بس الميه بتاعت بقى البصل والفلفل انا هعوزها تاني بقى، مش هرميها. انا رميت ميه البطاطس بس ميه البصل والفلفل انا مش هرميها. مش هترميها ليه يا نوره؟ ما مستعجله على رزقك ليه؟ وراكي مشوار. خليكي بقى، انا كده كده بنزل الفيديو بالليل، اقعدي كده وتمخمخي. خلصت شغلك، ذاكرت للعيال، ولو لسه عيالك صغننين نديلهم شويه لعب يلعبوها واقعدي اتفرجي بقى كده. خلينا كأسرة مع بعضينا. هنا زي ما انتم شايفين فرمت الفلفل كمان، والفلفل نفس النظام هحطه هحطه على البصل، لان كده كده انا هخلط الخلطه كلها مع بعضها يعني وهعجنها، مش شرط بقى ان انا اقعد اجيب اطباق واحط الفلفل لوحده والبصل. خلينا طبيعيين كده زي ما احنا بنعمل في مطبخنا، خلينا ناس عاديه وبسيطه وخلي الامور معانا سهله وسلسه كده، والدنيا هتمشي وهتبقى زي الفل. اهم حاجه عندنا ان انت يكون حاجتك نظيفه، والحاجه اللي انت بتعمليها نظيفه ومرتبه، دي احسن حاجه، ده اهم حاجه. انما بقى اقعد اعد حاجات تاني كتير كده لا يعني، ما احنا ايدينا باشت والله من الغسيل يا جماعه. الله المستعان، ربنا يعيننا ويعينكم يا رب العالمين. يلا بينا بقى نشوف. جبت الكبه، هعمل ايه في الكبه؟ هفرم قطع الفراخ اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. صلوا على النبي كده عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا ويرزقكم. ولما تيجي تعملوا الحاجه سموا الله عشان ربنا يزيدها بركه، وربنا يجعل من الشويه كتير. الحاجه لما بتكون قليله وبتسمي الله والله العظيم بتفيض، والله بتفيض. ربنا يجعل عندنا وعندكم الخير يا رب العالمين. الوصفه دي تنفعك في رمضان، تنفعك لو انت مثلا عايزه تعملي سندوتشات سريعه، حبه مكرونه جنبها، عايزه تاكليها بعيش، لكن مطلق الحريه بقى، اعملي اللي انت عايزاه. هنا زي ما انتم شايفين انا فرمت نص كيلو البانيه. انا عايزه اقول لكم يا جماعه والله العظيم الحاجه مش كتير. انا ما باجي اصور عشان انا بصور من قدام، مش ببعد الكاميرا جبني كلي، فالكاميرا هي اللي بتكبر الحاجه، فاهميني؟ هي اللي بتديكي حطي الكاميرا في وشك كده وشوفي وشك هيبقى قد ايه، هتلاقيكي اتخضيتي على طول. هتلاقيكي طلعتي جاري. هي الحاجة لما الكاميرا بتيجي قدامها كده هي اللي بتكبرها. والله كان عندي كيس بتاع الكفتة دون اللي هو بهارات. تصدقوا ان انا والله ما حبيت البهارات على الحاجة. انا بحب البهارات اللي انا بحطها اللي هي العادية الطبيعية دي بحس لها ما اعرفش بيحطوا عليها حاجه كده، بس انا كنت جايباهم ومستخسراهم بصراحه يعني. المهم حطيت كمان حبه قرفه، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت 7 بهارات يعني معالق بقى صغننه، فاهمين؟ اسكتوا يا ولاد.
وحطيت بقى معلقه ملح صغننه، ما تكترش لان الكفته والحاجات دي اساسا بتسحب ملح كتير، معرفش ليه، سبحان الله. المهم جبت جوانتات. هقول لكم ان انا عرفت اعمل بقى، عارفين انا بحب ملمس الاكل تحت ايدي، والله العظيم ايديا مغسوله 660 الف مره ونضيفه وزي الفل، وانا اللي باكل انا وعيالي مش حد تاني. فانت حابه تشتغلي انت بالجوانتات تشتغلي بيه، انا بقولك ان انا عنده، بس انتوا فاهمين انا حاسه ان انا متكتفه، انا ما عرفتش اصبع بها والله. المهم ان انا عجنت كده. هي اكتر حاجه بتحمي ايديك ان انت ما يكونش ريحه ايديكي بس بصل وحاجات من دي، وحطي بقى بصل بودر توم بودر، فاهميني؟ بس انا كده كده عارفه ان الخلطه يعني عليها كل حاجه، انما لو انت مش هتحط الخلطه دي خلاص. هنا زي ما قلت لكم حطيت الفلفل والبصل والبطاطس والفراخ. البطاطس بتعمل إيه؟ البطاطس بتستوي بتبقى طريه، بتندغ مع الفراخ، والفراخ اساسا بيبقى فيها ندغه كده. طب البطاطس بتاع الفراخ دي انا مستعجله عليها وعايزه اعمل الكفته عشان اطبخ، انا لازم تتحط في التلاجة شويه تسمغ يعني، لان الفراخ بتلزق مش شبه اللحمه، مع ان اللحمه برضو لازم تتحط شويه في الفريزر. فانا حطيت عليها شويه زيت، وكنت ببل صوابعي زيت كده على خفيف، علشان هي عجينه بتلزق الفراخ، سبحان الله بتلزق مش شبه اللحمه يعني. انا صبعت على عصايه الشيش طاووق دي زي ما انتم شايفين كده، وهصبع الكميه واحطها. انتوا شفتوا ميه بسم الله الرحمن الرحيم، ميه البصل والفلفل انا ركنتها على جنب، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اهو هكملهم وارجع لكم تاني. هنا بقى هما الصينيه اهو، بسم الله ما شاء الله. دي بقى ميه البصل والفلفل، انا هحط عليها شويه فلفل اسمر وهدهنها من على الوش واحطها في الفرن وبطلعها نص سوا وادهنها تاني، هتشوفوا دلوقتي معايا. بس انا البوتاجاز عمل معايا فاصل خلاني كنت هعيط، والله العظيم. يلا الحمد لله، بتحصل في احسن العائلات وفي احسن البوتاجازات، اللهم لك الحمد. هنا زي ما انتم شايفين بقى انا كنت حطيتها في الفرن. بعد ما حطيتها في الفرن قول مثلا 10 دقايق كده، قمت مطلعاها ما كانتش لسه احمر. اتابين عماله اقول يا رب هي ما احمرتش ليه، يا رب هي ما خلصتش. اتابين بتاع الفرن المكتوم من تحت ما بيطلعش نار، وانا ما خدتش بالي خالص، هو شغال بس بسيط. وهتشوفوا انتوا في مقطع كده هتشوفوا ان المكان اللي انا فيه اتغير يعني، اللي هيلاحظ بس يعني، عشان انا خدتها حطيتها في البوتاجاز اللي فوق. هنا زي ما انتم شايفين بقى دهنت الكفته عشان تبقى بتلمع وطريه برضك بالميه البصل والفلفل اللي انا كنت حيشاه، وحطيت عليها شويه فلفل اسمر. تمام تمام. احطها في الفرن تاني تكمل، والحمد لله اساسا الفرن مش شغال، اللهم بارك. هاخدها بقى احطها في الفرن اللي فوق ونشوف هتطلع عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا بنتي يا نوره. هنا زي ما انتم شايفين هنا الكفته بس سخنه بقى، انا مش قادره امسكها اصلا لانها سخنه نار. انا عماله اطلع لكم كده واعمل، بس هسيبها 5 كده تبرد عما اجهز لهم الحاجه. هما يومها كلوها بقى بسندوتشات وكده والحمد لله يعني مشت، والدنيا مشت، والحياة زي الفل الحمد لله. ربنا يديمها علينا نعم، على قد ما بتقف على قد ما ربنا بيفرجها من أوسع الأبواب. الحمد لله ربنا يفرجها علينا وعليكم، ويجعل أيامكم كلها مليانة خير وهنا وسعادة يا رب، ورزقكم ورزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم امين. هنا زي ما انتم شايفين الكفته اهي، بسم الله ما شاء الله. هوريها لكم بس اما تبرد كده، بردت شويه بقى اقدر ان انا امسك الكفته ما شاء الله ما شاء الله اهي. حد عايز ياكل؟ استنوني في فيديو قادم ان شاء الله. اتمنى اكون عند حسن ظنكم، اتمنى اكون بعمل لكم لو اي حاجه مفيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء.